كنت عاوز اقول للشباب او لاي حد بيتخض من الناس اللي بتنتحر. بصراحة يعني الناس اللي بتنتحر دي انا مش هقولك عندها حق، ده عندها حق مليون في المية. لما يلاقي الدنيا كلها جاية عليه، لما يلاقي الدنيا صعبة، لما يلاقي بيعمل ما بيعملش، لما يلاقي مراته حواليه هو بيقدر والناس اللي حواليه كلهم جايين عليه، حقه اللي هو ينتحر. بتيجي من النفسية يا جماعة، أو بتيجي من الحياة، من اللي هو عايشها. لما يكون هو يقدر الناس كلها، حتى مراته، حتى عياله، حتى اللي حواليه كلهم، وهو ما بيقدر وهم ما بيقدرهوش، وهم جايين عليه. يعني جايين عليه لدرجة اللي هو اتخنق منهم نفسيا، اتخنق لغاية اللي هو مش عايز يشوف أي حد، مش عايز يتكلم مع أي حد، عايز يمشي من الحياة. يعمل ايه؟ هي النفسية بتيجي عليه، بيروح جاي عامل حاجة مش بإرادته. يعني ممكن يرمي نفسه من على برج، ممكن ينتحر لو ما بيعرفش يعوم، ممكن يرمي نفسه تحت عربية، ممكن يعمل حاجات كتير. عشان كده ما فيش حد يتخض من الانتحار والغرق والنط من فوق الكباري ومن النط من فوق الابراج. يعني مفيش حد يتخض، لا ده العادي، ده كده العادي، ده الانسان العادي، ده الانسان الطبيعي. ما تقولش ده مجنون، لا ده مش مجنون، ده هو كان عادي، وكان كويس والله 100%. لكن الحياه لما تضغط عليه، واهله يضغطوا عليه، ومراته تضغط عليه، واخواته يضغطوا عليه، وعياله يضغطوا عليه، والحياه تضغط عليه، والدنيا تضغط عليه، انت عايزين ايه بعد ده كله؟ عايز افهم. عايزين يبقى انسان عادي؟ ازاي هيبقى انسان عادي؟ ده لازم يبقى انسان، يعني سبحان الله، يعني كل حاجه اللي هو عملها دي مش بارادته، مش بارادته اللي هو انتحر. احلى مسا عليكم.